كشف البرازيلي إندرسون تاليسكا نجم الفريق الأول بنادي النصر عن أكبر مفاجأة في مستقبله الكروي. وخلال الأيام الماضية تضاربت الأنباء بشأن مستقبل النجم البرازيلي بين تجديد عقده مع العالمي ل3 سنوات أخرى، أو الرحيل إلى نادي الهلال، أو العودة للبرازيل، أو الدوري التركي. وفي هذا السياق أعلن تاليسكا في تصريحات لبرنامج فيداكاست البرازيلي الاستمرار في دوري روشن السعودي للمحترفين لعدة سنوات قادمة، دون التأكيد على التجديد مع النصر أو الانتقال إلى الهلال. وشدد النجم البرازيلي على أنه يشعر بارتياح كبير في المملكة العربية السعودية قائلا: جعلتني لا أشتاق إلى بلادي. ووصف تاليسكا النصر والهلال بالأكبر في قارة آسيا، مشيدا كذلك بنجوم الفريق الأول بنادي الاتحاد الذين يقدمون مستويات مبهرة. ويتوقع أندرسون تاليسكا أن يكون موسم 2022-2023 موسم الحصاد لنادي النصر، بعد العمل على بناء فريق قوي للغاية خلال العامين الماضيين. من هو الخائن الذي يتواجد داخل نادي النصر؟ سؤال طرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية بعد خسارة العالمي أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وكان البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن معلومات وصلت إليه قبل الكلاسيكو بتغيير نادي النصر خطته واللعب ب3 مدافعين. ونقل الإعلامي الرياضي أحمد آل مفرح بعض الآراء في مساحة عبر تويتر، والتي زعمت بأن اللاعب النصراوي عبد الفتاح عسيري كان يسرب تشكيلات النصر إلى ناديه الأسبق الاتحاد والفرق الأخرى، وكان يتمنى خسارة قلعة العالمي خلال فترة لعبه في صفوفه. والمثير في الأمر أن عسيري الذي بدأ مسيرته في الاتحاد قبل الانتقال إلى الأهلي ثم النصر رحل عن قلعة العالمي قبل أيام قليلة للغاية من الكلاسيكو، حيث تم فسخ عقده لأسباب رياضية وتأديبية. من جهته رد عبد الفتاح عسيري على تلك الاتهامات، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: توضيح لكل محبيني، يشهد الله علي بأنني مخلص لكل الأندية التي ارتبطت بالتعاقد معها منذ بداية مسيرتي الكروية وإلى أن أنتهي، ولا أقبل إطلاقا أن أتهم بالإضرار بأي ناد مثلته سابقا أو سأمثله مستقبلا، ولن أتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من اتهمني باطلا. بالتوفيق. يذكر أن عبد الفتاح عسيري انضم لنادي النصر منذ يونيو 2020 بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي، ولم يداوم على المشاركة مع الفريق في المباريات بسبب الإصابات المتلاحقة وضعف المردود البدني. انتفضت جماهير نادي الاتحاد بقوة بعد الأخبار الصادمة عن النجم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد. رومارينيو سجل هدف الفوز الوحيد على النصر ضمن منافسات جولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليقود العميد للانتزاع الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن العالمي الوصيف. وكتب الإعلامي الرياضي سعود المكحم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنباء عن تعاطي لاعب الاتحاد رومارينيو للمنشطات. وأرفق الصحفي مع تغريدته مقطع فيديو يؤكد صدور قرار خلال الساعات القادمة من لجنة المنشطات بإيقاف لاعب الاتحاد بعد ثبوت إيجابية عينته عقب كلاسيكو النصر. ومن ناحيته طالب الإعلامي الرياضي سعيد العدواني لجنة المنشطات بكشف هوية اللاعبين الذين تم اختيارهم من كلاسيكو المملكة لإجراء الفحوصات، وذلك عقب الأنباء المتداولة بثبوت إيجابية عينة رومارينيو. وتساءل الصحفي عبر حسابه بموقع تويتر عن حقيقة رفض مسؤولي نادي الاتحاد إجراء فحص المنشطات على رومارينيو في بداية الأمر لمعرفتهم بتناوله مواد محظورة. وتعرض النجم البرازيلي الكبير لوعكة صحية، إلا أنه عاد قبل يوم واحد فقط من كلاسيكو الاتحاد والنصر ليشارك أساسيا ويسجل هدف الفوز. أما عشاق نادي الاتحاد دافعوا عن نجمهم بقوة، معتبرين أن هذه الأخبار ليست إلا حملة نصراوية ضد العميد بعد إسقاط العالمي من صدارة دوري روشن. وكتبت معظم الصفحات الجماهيرية الاتحادية الشهيرة ساخرة: عاجل، تم إثبات تعاطي وإدمان رومارينيو لشباك النصر. جدير بالذكر بأن نادي الاتحاد ومسؤوليه بالإضافة إلى لجنة المنشطات لم يعلقوا حتى لحظة إذاعة هذه النشرة على هذه الأخبار المنتشرة بشأن رومارينيو. يبدو أن الفريق الأول بنادي الهلال وجد أخيرا خليفة لأسطورته المعتزلة محمد الشلهوب. وخطف اللاعب الهلالي الشاب محمد القحطاني الأنظار من الجميع في المباراة التي فاز بها الهلال على التعاون برباعية نظيفة ضمن منافسة جولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل محمد القحطاني الهدف الرابع للهلال في الوقت بدل الضائع بعد تسلم كرة عرضية من صالح الشهري ليسدد الكرة على يسار حارس التعاون. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي عماد السالمي عن أن الهلال ينظر إلى نجمه الشاب محمد القحطاني بأنه خليفة الأسطورة محمد شلهوب. وأشار السالمي في تصريحات تلفزيونية إلى أن اللاعب يمتلك نفس تحركات وفكر شلهوب، كما يستخدم قدمه مثله تماما، حيث ظهر ذلك بوضوح خلال مشاركته في مباراة التعاون. وشدد الإعلامي الرياضي على أن النجم الشاب يختلف تماما عن سالم الدوسري جناح الفريق الأول بنادي الهلال، والذي كان يعتقد البعض من الجماهير بأنه سيكون خليفته. ويرى السالمي أن القحطاني قد يساهم كثيرا في مباريات الهلال المتبقية بالموسم الرياضي الحالي في ظل عدد من الإصابات والغيابات المؤثرة. وبالإضافة إلى وضع بصمته الأولى مع الزعيم بتسجيله الهدف الرابع، قدم محمد القحطاني الذي يرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2025 قدم مستوى مميزا خلال فوز فريقه على التعاون. وجاءت أرقام لاعب الوسط صاحب 20 عاما في أول مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم كالآتي: لعب 26 دقيقة وسجل هدفا وصنع فرصة وسدد كرتان على المرمى، وقام ب15 تمريرة صحيحة و3 التحامات ناجحة ومراوغة واحدة ناجحة، وحصل على تقييم 7.1. أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر عن انبهاره بنادي الاتحاد وجماهيره على هامش كلاسيكو المملكة الكبير. وانتشر مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يشير إلى نجوم النصر بروعة وجمال ملعب جوهر المشعة الذي يحتضن مباريات نادي الاتحاد والأجواء الجماهيرية التي صنعها عشاق قلعة العميد قبل الكلاسيكو. وشدد الأسطورة البرتغالية على أن هذه الأجواء تشجع أي لاعب على الاستمتاع وتقديم أفضل مستوياته على أرضية الملعب. وتفاعلت الجماهير الرياضية مع هذا الفيديو، حيث قال البعض: نعتقد بأن رونالدو سيرغب في اللعب مع الاتحاد بعد أن شاهد روعة الأجواء في هذا النادي، ولكن يبدو من الصعب جدا أن يلعب رونالدو في صفوف الاتحاد حتى بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر. علق النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول بنادي الاتحاد على فوز العميد أمام النصر في كلاسيكو المملكة الكبير. وكتب عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: حاكمي الكرة لا يزالون هنا. كما قام النجم المغربي الكبير بنشر صورة تعبيرية عبر حسابه الرسمي بإنستغرام لشخص ملثم يشير بالصمت في إشارة إلى إسكات النصر. حقق سلمان الفرج قائد ونجم وسط فريق الهلال رقما مميزا وتاريخيا في أعقاب مساهمته مع زملائه بالفوز العريض أمام مضيفه التعاون في الدوري السعودي. وكان سلمان الفرج قد صنع تمريرتين حاسمتين سجل منهما أوديون إيغالو وميشيل ديلغادو الهدفين الأول والثالث للهلال في مرمى التعاون في الدقيقتين 32 و51 من عمر المباراة. وأصبح سلمان الفرج ب13,000 تمريرة، أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتخطى حاجز 13,000 تمريرة، حيث مرر الكرة 13,217 مرة، وذلك وفقا لما أكده الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على موقع تويتر. وتفاعل جمهور الهلال مع رقم قائد الزعيم سلمان الفرج، وأشادوا بما يقدمه مع الفريق الهلالي كلاعب فارق ومؤثر وقائد مميز داخل الملعب وخارجه. أكدت تقارير صحفية بأن الفريق الأول بالنادي الأهلي استعاد خدمات نجم وسط الفريق الجزائري رياض بدبوز. وكان بدبوز قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم دون وجود شرخ أو كسور خلال مباراة الأهلي وأحد ضمن منافسات الجولة 22 من دوري يلو. وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن طبيب النادي الأهلي منح رياض بدبوز الضوء الأخضر من أجل المشاركة في تدريبات جماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة التي لحقت به. ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب في قائمة الأهلي التي ستواجه الرياض، وذلك بعدما فضل جنوب إفريقي بوتسو موسيماني المدير الفني للفريق إراحته خلال الفترة الماضية. كما كشفت الرياضية عن أن البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم فريق الأهلي شارك في تدريبات فريقه دون أن يشعر بالألم في موضع إصابته بإصبع قدمه اليمنى التي عانى منها خلال الفترة الماضية وغاب بسببها عن مباراة نجران السابقة، وذلك في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. ويستضيف الأهلي نظيره الرياض الأحد المقبل في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد الجوهر المشعة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى.
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب دوري يالو للدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز 17.